اليوم النهارده ختم بمفاجأة ولا على البال ولا على الخاطر. توقعوا ايه المفاجأة بتاعت النهارده؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات قبل ما تشوفوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنسوش تدعوا لنا كده دعوة صالحة خالصة بظهر الغيب، لعل ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا وليكم منها نصيب، او تكتبوا دعاء بظهر الغيب. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح حالنا وحالكم. ولا حول ولا قوه الا بالله. لقيتهم ولا قدامهم ميه ولا قدامهم اكل، وحالتهم ولا تسر عدو ولا حبيب. يا حبايبي يا حبايبي، بص هحطلكوا شويه كمان. يلا كلوا يلا. هما بياخدوا علبه الصبح وعلبه في النهار. انا النهارده طالعه متاخر فمش هطلع تاني، لان طلع الظهر ورانا دروس. حطيت لهم ميه الاول اهو، وراح مع والدتي عند الدكتور. دعواتكم يا جماعة بالشفا، ربنا يشفيها ويعافيها، ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. اللي جوا برضو كان نفس القصة، حطيت لهم الأكل والمية. ربنا يحسن من بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم، ويرزقنا كده وإياكم بالرزق الحلال الطيب المبارك. عارفين أنا ساعة ما طلعت لقيتهم مقابليني. يلا. بالمناسبة اتصلوا عليا النهاردة من المكتب اللي بجيب منه الطيور. قالوا لي الفراخ البيضة ب8.5، وأتوقع نزول تاني. فرز أول ب8 جنيه ونص. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. فهي عشان نازلة وعشان انا بتعامل معاهم وساعات بروح ويبقى في ناس تبعي يعني، فاتصلوا عليا. ربنا يجازيهم خير. تعالوا نقول بسم الله بقى نخش جوه. بصوا دول لو دخلت لهم بيجروا. الكرومبة دي كانت طاقة في حماية قطع. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بس اللون الابيض الله اكبر عليه. التانية بقى عيالها ملونين، دول عيالها في حجمين. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب، ويرزقنا واياكم من رزق الحياة الطيب المبارك. تعالوا ندخل لجوه دول عشان زمانهم ميتين برضو من الجوع. بسم الله. صباح الفل على الفل وصباح الخير على الخير. أزغرط أزغرط، أقول يا ناس باركولي، يا ناس افرحولي، أقول يا حبايب افرحولي يا جماعة. أزغرط، ظني طلع في محله، انت اللي كنت مخليها مش هترقد يا مفترية. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. واللي هناك دي كمان جعانة خرجت لي حبيبة امك، يا خرجت لك تفتري عليكي. طب اصبري لما ياكلوا هما الاول اهو. بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. هي كده هتخرج دلوقتي. بسم الله. خير اهو، في ريش منتوف برضو. خير، انا عايزاهم كلهم يرقصوا، مفيش مشكلة، ابقى مبسوطة. انا عايزة ابص بالراحة اهي، ده وشها هنا، شفتوها؟ كفاية كده، سنة تلاقيها خارجة دلوقتي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انتي جعانة؟ انتي جعانة؟ بصوا دي مفترية. دايما بقولكوا جبانة، مش جبانة جبن ان هي بتخاف، جبانة جبن افتراء. بتفتري على البط التاني. تكوني ناتفة ريش انتي كمان وعايز ترقدي، ياه والله يعني تبقي فرحتيني. ودي كمان شكلها هتصاصي اهي برضه، دي قربت تموت. والله فرحتوني، والله انا عايزاكم ترقدوا كلكم، مش عايزاكم تبيضوا بقى، كفايه بيض. بس يعني الحمد لله انا عايزاكم ترقدوا عشان خاطر شايله هم البيض بتاعنا بقى. استنوا كده اما نطمن ان هي باضت امبارح. بسم الله. الله يا ولي الصابرين. الجو هوا النهارده.
بصوا بيضه البيضه فين؟ بنت اللذينه بنت اللذينه بنت اللذينه. طب اقسم بالله انت بتستعبطي، انا شلتها لك اهو. بيستعبطي بقى تاني بنت اللذينه. البيضه بتبط كده، البيضه بتبط كده. اتربي كده وتأدبي، تعلمي الادب نور، خليكي شاطره. البيضه بتبط في قلب البوكس، كل يوم بيضي بيضه هنا. ماشي؟ عايزين اجيب لك بيض تاني اجيب لك، انا ما عنديش مشكله. طيب ارقدي بس، اجيب لك بيضتين 3 كمان عشان تعرفي ترقدي عليهم. هجيب لك يا حبيبتي، هجيب لك بيضتين 3. اللي هناك دول عايزين نعدهم نشوفها بيضه فيهم ولا ايه. تعالوا بس ندخل دول الجعانين دول الاول. ها ندخل للجعانين، ندخل للجعانين. طيب مش بحط لهم بواقي الاكل الاول لان هم اصلا بيحبوها، وكده كده بتبقى فوق القفص بقى، فوق الجردل. زي ما بقول لكم دايما الجردل ده صديق الصمود. الناس اللي ما عندهاش جردل زيه تقدر تشوف لو في حد بيدهن تقول له عايزين جردل. اللي هما بيبيضوا دول، لو انتوا ما عندكوش حد بيبيض او كده. انا الجردل دي مش واخداها من عند حماتي، يعني حماتي كانت بتدهن تحت وبتبيض، ما خدتش الصراحه. بس حد اعرفه جوز بنت خالتي كنت واخده منه جردلين، قلت له لو انت بتدهن وعندك جرادل فاضيه. وفي نفس الوقت هنا في خطين اهو، وفي نفس الوقت كانت والدتي عندهم بيدهنوا، خدت برضه، فعندي كذا واحد. الاحمر ده مميز، عاملاها للطيور عشان محدش يلعب فيه. وهنا برضه ما شاء الله اللهم بارك البيض اهو. وفي بيضة الرومية دي كده ايه 7 بيضات بلدي. وبيضة الرومية، بيضة الرومية عايزة اقول لكم ان الرومية التانية لسه بتبيض. الرومية التانية لسه بتبيض، يعني دي بتاعت الصغيرة، دي اللي هي بيضة متأخرة. التانية برضو لسه بتبيض. بعرفها منين؟ من حجم البيض، ما باخد البيضة بعرفها. دول كنا نعدهم 7 ازاي؟ ادي 2 اهم، 2 اهم، ودي 5 اهم كده مظبوط. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح حالنا وحالك يا رب، اللهم امين. يرزقنا كده واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. هجيب لها كام بيضه البطايه دي دلوقتي، حطهم لها وهنملى ميه هنا ونملى ميه بره. كله جعان، كله جعان. تحسوا ان هي بالصوصي برضه عايز ترقد. هجيب لك كام بيضه دلوقتي، تعالي. يا دي الوضع يا الله. انا هاخد البيض ده بره، ساعات بيخافوا يقوموا موقعين. ودي قامت اهي، هي دي اللي بتصاصي. بصوا تجري وراهم ازاي، تقول لهم والله لو اوريكم ايه اللي جابكم هنا. وكل مره تقوموا تلاقيهم برضه، وكل مره تعمل فيهم اللي بتعملوا فيه. مش عارفه اقول لكم مفتريه مش مصدقين. تعالوا بصوا بص بصه كده هناك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بص بقى هي قامت تبص على المرأة براحتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شطورة شطورة، والناس منك مقهورة. الله أكبر الله أعظم. بصوا أنا كنت هجيب لها بيض بس أنا مش جايبه لها، لأن هما شكلهم كده ممكن يكونوا الاتنين عايزين يرقدوا وناتفين ريش، إن كانت دي والرصاصي. فأنا لو كده هرقد واحدة منهم على بيض الرومي، هرقد واحدة على بيض الرومي. المهم الفيديو بتاعنا النهارده كده يبقى خفيف. اطمنا على الفراخ، اطمنا على البط الحمد لله.
ولما نشوف بقى ايه اللي هيرقد وايه اللي مش هيرقد، ونشوف بكره ان شاء الله دي هتبيض البيضه فين. هي خلاص مضطره فهتبيضها في مكانها بامر الله. قفلت بقى معاكم الفيديو ونزلت عشان خاطر اروح للدكتور مع ماما زي ما قلت لكم، راحه متابعه. ربنا يشفيها ويتم لها الشفاء على الخير. هو الدكتور الحمد لله قال لها ادراك احسن، الاشعه مبيناه ان هو احسن، يعني اهو بيكبر. بس هي بقالها زيادة عن 6 شهور دلوقتي، يعني 6 شهور وحوالي 10 ايام. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح لنا حالك يا رب، اللهم امين. دي رجل بطوطه، يعني عادي يعني لما تطلع معاكم في التصوير مع كده اكيد مش مهم. كانت على رجلي طبعا وعامله صوت وعامله غاغه واخواتها في الدروس، والدنيا كانت زحمه، فقلت انا هصور كده وبعدين ارجع ادبلج لكم. بصوا بقى الكتاكيت بتاعتنا النهارده اللي انا ماسكاه الاحمر ده، فراخ بلدي مشعر. بلدي مشعر اللي هو الفراخ الهجين اللي هو بيسموه بلدي مشعر. الفراخ ما شاء الله بتبقى نوعيتها حلوه وجميله ودايما انا بجيبها. وده جميزي اهو. الجميزي ده اصلا تحسوا ان هو جميزي بيض فما بيرميش لحمه قوي. كان بكام النهارده؟ ماسك سعره وماسك نفسه، بعكس الكتكوت الابيض ب10 جنيه. كتكوت ب10 جنيه، ب10 جنيه البلدي. والجميزي برضو ب10 جنيه. الجميزي كان سعره يعتبر نازل، لكن البلدي هو اللي ماسك نفسه. فحتى بقول لفاطمه اللي هي في المكتب بنت صاحب المكتب، اقول لها طب هو ليه سعره غالي؟ قالت لي عشان خاطر الناس ما بقاش حد عنده فراخ بلدي. الفراخ البلدي كلها ماتت. زي ما انتم عارفين الفيروس متفشي جدا جدا بنسبة كبيرة. ربنا يسترها معانا ومعاكم اللهم امين. بعد ما قعدت بقى اتفرج عليهم شوية قلت ايه اظبط لهم مكان. المهم طبعا زي ما قلت لكم انا التليفون جالي الصبح وانا ولا رتبت مكان ولا اي حاجة ولا اي اندهاشة بمعنى اصح. فيعني غير متوقع الصراحة ان انا اجيب فراخ او كتاكيت. فقلت خلاص هجهز مكان كده بسرعة، احطهم في الصندوق ده اللي هو ال- الطبق البلاستيك ده. الطبق البلاستيك ده هو كبير شوية بس ينفع في تحضين السمان. لو انا جايبة 10 بس، عارفين انا كنت بجهز وانا ناسية اصلا انا جايبة كام كتكوت. انا جبت 10 ابيض و... والبلدي كده تقريبا 13 والجميزي 12 او العكس. فاهمني؟ هو كله ب10 جنيه فالاجمالي بتاعهم 25 كتكوت وال10 الابيض. قلت هحضنهم كلهم مع بعض مرة واحدة. كنت بجهز اللمبة اهو ان انا استعد. فبعد ما عملت هتشوفوا ايه اللي حصل دلوقتي. جهزت وكل حاجة تمام. انا استقبلتهم هنا على محلول جفاف. محلول الجفاف بنجيبه من الصيدلية عادي، كنت بدوبه هنا اهو. بنجيبه من الصيدلية عادي، بنقول عايزين كيس محلول جفاف. الكيس ب4 جنيه. وده محلول الجفاف بيبقى بودر، بيبقى للأطفال أو بنستعمله في استقبال الطيور. فحطيته هنا وكل ده بسرعة بسرعة. يعني ايه؟ يعني بطوطة كنت حطاها وعبانة فعايزة ألحق أخلص بسرعة. شغلت اللمبة لقيتها عاكسة معايا في الإضاءة فطفيتها تاني. قلت هو كده المكان صغير وأنا هوريكم دلوقتي. جيت ايه كملت زي ما انتوا شايفين كده. قلت أدخلهم بقى، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله سميت الله. وابتديت ارص في الكتاكيت. وانا زي ما بقول لكم بحط، ما تعرفوش انا ناسيه انا جايبه كام كتكوت ولا ايه. انا كل القصه كلها قلت عارفين لو سبعوا بس معايا تحت، وبعدين انقلهم احطهم في القفاصه، فضلت لهم صندوق اي حاجه. لقيت المكان زي ما انتوا شايفين ضيق خالص وما ينفعش ومفيش مكان اصلا نحط فيه حاجه. فرحت جايه بقى ايه، قعدت ادور. لقيت عندي الكرتونه دي كانت بتاعه القفص بتاع كنت جايبه فيها سبت الغسيل ده. كنت جايبه سبت لقط الولاد فكانت موجوده عندي. فقمت فاتحاها وعملتها زي جدار كده من ناحيه دي ومن ناحيه دي. وجبت بقى حطيت بقيه الحاجات كده زي ما انتوا شايفين وغطيتهم. وبعد شويه جيت ايه قمت سادة السلك ده، قلت عشان خاطر يدفوا. وبس كده حطيتهم بقى. طبعا الميه زي ما قلت لكم السقايه دي اصلا سقايه لتر على فكره، صغننه خالص بس الكاميرا اللي مبيناها كبيره. وحطيت بقى الكرتونه دي والغطا ده فيه شويه علف هنا وشويه علف هنا. وطبعا طالما هم معايا في البيت انا مش شايله همهم. حتى الميه قلت مش اشكال ابقى احط لهم ميه تاني في السحور. ده كده الاستقبال بتاعنا النهارده، وان شاء الله تشوفوهم في فيديو بكره ونقول بسم الله ويبقى اول يوم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. لغايه كده اقول لكم اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.